ما تيجي اقولك ازاي تعمل فيديو زي ده وينزل على يوتيوب من غير ما تحط ايدك فيه تماما. Morning, folks. Time to get this day started right. Enough. Now that view like اكيد this. شفت الفيديوهات دي قبل كده على تيك توك او على يوتيوب، فتعالى بالظبط نعمل لها اوتوميشن يخليك من الصفر لحد ما الفيديو ده ينزل على القناة عندك على يوتيوب عن طريق الورك فلو الكبيرة قوي دي. بس اشرحها لك بكل التفاصيل، فيلا بينا نبدأ على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد إيهاب، والفيديو ده فيديو مهم جدا جدا عشان الورك فلو اللي احنا هنبنيها دي. هنتعلم فيها حاجات كتير قوي، يعني كل ما هنكون ماشيين هنتعلم فيها حاجات كتير قوي. هقول لك ببساطة الورك فلو دي بتعمل ايه. الورك فلو دي انت بتكتب لها، انت من غير ما تكتب لها برومبت، انت يا اما بتقول لها مثلا في فويس على تليجرام انا عايز فيديو عن كذا كذا كذا، او من غير ما تكتب حاجة هي بتشتغل، بتروح تعمل قصة وبعد كده بتروح تعملها فيديو، وبعد ما تعمل الفيديو ده بتجمعه، وبعد ما تجمعه بتحطه على جوجل شيتس، وبعد ما تحطه على جوجل شيتس بتنزله على يوتيوب بتاعك. انت ممكن تعملها سكادجول، اللي هو كل يوم اعملي فيديو ونزليه في الميعاد ده مثلا. الفيديوهات اللي هي بيبقى شكلها عامل ازاي، اللي هي بتاعت الغوريلا اللي بتتكلم دي، اللي هي طالعه ترند دلوقتي. فشاوت اوت طبعا للشخص ده، مش عارف اسمه ايه، اسمه كوين. انا شفت الورك فلو منه، هو اللي كان عاملها، فالصراحه جامده قوي، فحبيت اعملها واشرحها لكم انا بكل التفاصيل. فاول حاجه تعالى نفكر، احنا لو عايزين نعمل فيديو بتاع الغوريلا ده محتاجين ايه. اول حاجه محتاجين السكريبت اللي هيتكتب، وبعد كده تاني حاجه نبقى محتاجين ايه، محتاجين نعمل السكريبت ده فيديو. طيب على كذا فيديو يعني، لان الفيديو 3 بتعمل الفيديو الواحد 8 ثواني، ما ينفعش تعمل اكتر من كده. فانت عشان تعمل قصه محتاج ان انت مثلا تعمل 3 4 5 8 فيديوهات من القصيره دي، بعد كده تجمعهم على شكل فيديو. فانا محتاج اعمل اول مثلا 5 فيديوهات 8 ثواني، بعد ما اعمل 5 فيديوهات 8 ثواني بجمعهم في فيديو واحد مثلا مدته 50 ثانيه دقيقه ايا كان، وبعد كده برفعه على يوتيوب. فاحنا عشان نعمل كده عملي، تعالى بقى واحده واحده اللي احنا قلناه ده نشوف بنعمله ازاي. بص يا سيدي، زي ما اتفقنا قبل كده هنشرح برضو كل حاجه دي بالتفاصيل. ده التريجر مانيوالي اللي انا بدوس هنا بيبدا على طول الورك فلو، فاحنا مش حاطين تريجر، يعني اول ما بدوس هنا الورك فلو بيبتدي. ده معنى التريجر، بتعمل ايه عشان الورك فلو يبتدي. فانا بدوس على اكسكيوت ورك فلو، فالورك فلو كله بيبتدي. ممكن تعملها سكادجول، اللي هو كل يوم تعمل فيديو وتنزله على يوتيوب. ممكن تعمله لما ابعت لك مسج على تليجرام بحاجه معينه تعمل الحاجه المعينه دي، او ان انت اول ما ابعت لك مسج على تليجرام تبدا تعمل فيديو وتنزله. فده التريجر بتاعنا. تاني حاجه بنخش على حاجه اسمها الستوري رايتر. الايجنت، احنا قلنا الفرق بين الاوتوميشن والايجنت. الاوتوميشن بيعمل حاجه مكرره كذا مره، لكن الايجنت بيفكر انت عايز ايه وبعد كده بيعمله باحسن شكل ممكن يعمله. فاحنا دلوقتي لو محتاجين كل مره قصه مختلفه، هل هنعمل اوتوميشن؟ لا، مش هنعمل اوتوميشن. الاوتوميشن بيكرر بالظبط نفس الحاجه، فاحنا هنا محتاجين ندخل دماغ عشان تفكر لنا في القصه. فعشان كده اخترنا ان احنا نعمل ايجنت. طيب الايجنت دي احنا المفروض نقول لها انت مطلوب منك ايه. فاحنا بنقول لها انت المفروض تعملي لنا 3 مشاهد سينمائيه على الشكل اللي هو بتاع البيج فوت ده، اللي هو الايه الغوريلا. احنا بنقول له كده. طيب دي مهمته. طب بالتفاصيل بقى انت عايز ايه؟ ده البرومت اللي احنا هنحطه له بالتفصيل، اللي هو انا مستني منك ايه، مستني اشوف منك ايه. خلينا بس نقفل هنا كده كل حاجه. انا مستني اشوف منك ايه. تعالى نفهم البرومت ده كلمه كلمه عشان تعرف انت لما تحب تغير فيه حاجه، يعني لما اشوف النتيجه هتطلع لنا ازاي. فانت لو عايز تغير حاجه معينه تبقى عارف هي كانت انهي واحده هنا، فانت تقدر تغيرها، تقدر تطبقها على نيش مختلف، تقدر تطبقها على فيديوهات شكلها مختلف. انا عايزك تفهم عشان انت بعد كده تعرف اعدل ايه عشان يطلع لي نتيجه مختلفه. فانا بقول له يو ار اي اي ستوري برومت رايتر ايجنت فور بيج فوت ثيمد، اللي هو بتاع الغوريلا ده، اللي هو البدايه بتاعت الغوريلا. فلوج ستايل على شكل يوتيوب فيديو، اللي هو شكل الفلوجز يعني. التاسك بتاعك ان انت تعمل شورت ستوري بروكن انتو 3 سينز. انا خليت هنا 3 سينز يعني 3 مشاهد عشان ما استهلكش كريدتس وانا بشرح برضو. فانت ممكن تخليها هنا 5، ممكن تخليها 8 على حسب انت عايز كام مشهد، وبعد كده هيتجمعوا هيطلعوا كام دقيقة او كام ثانية. عايزين البرومت تبقى واضحة وسينماتيك لانجوج، يبقى شكلها كده سينمائي. عشان احنا هنوديها الاي اي فيديو جنريتور. انا بقول له البرومت اللي انت هتطلعها دي انا هوديها الاي اي فيديو جنريتور، يعني سوفت وير اي اي بيعمل فيديوهات قصدي بالاي اي. بس وفي الاخر بيقول له دول هيتعملوا على شكل فول فيديو، فبما معناه المفروض تبقى الحاجه ستوري كامله. لسه هنعرف برضو الكلام ده في البرومت. طيب انا مستنيك تطلع لي ايه؟ مستنيك تطلع لي التايتل
عنوان للفيديو ده، يعني بعد ما تعملي المشاهد دي وتطلع لي ديسكريبشن للفيديو ده، وتطلع لي مشهد واحد، مشهد اتنين، مشهد تلاتة، عشان انا مختار له 3 مشاهد، لو عايزهم 5 8 ايا كان براحتك. فانا مستنيه يطلع لي 3 مشاهد 3 برومتس، يعني ل3 مشاهد مختلفين. طيب ايه الرولز؟ ستارت ايتش سين لايك ذس، ابدا لي كل مشهد بالطريقه دي. الترا وايد سيلفي ستيك، خلي الكاميرا الترا وايد يعني واسعه وانا ماسك سيلفي ستيك، اللي هو الغوريلا تكون ماسكه سيلفي ستيك. ده انا بقول له المفروض تبدا الفيديو ازاي. بيقول له لازم تخلي الغوريلا تبقى ماسكه السيلفي ستيك بايد واحده، والايد التانية تكون بتعمل اي حاجه تانية، ما تكونش محتاجه ان هي تستخدم الايدين. يعني مثلا ما تخليش الغوريلا تشيل تلعب مثلا بنش بريس وهي بتصور فلوج، لا. يعني البنش بريس انت محتاج تبقى شغال بايدك الاثنين. لا، انا عايزها ماسكه السيلفي بايديها، وايد تانية مثلا بتاكل، ماسكه الموبايل، بتعمل اي حاجه. المهم يبقى المشهد عباره عن ايد ماسكه السيلفي وايد التانية هي اللي شغاله. انا بوصف له بالظبط انا عايزه يطلع ايه، عايزه يتخيل القصه عامله ازاي. بيقول له السين رقم 1 ده الانترو، اول مشهد لازم يكون انترو، والسين رقم 3 ده يبقى الاوترو. لا، المفروض ان انا اكون عاملها 5 مشاهد او حاجه، لان مفيش مشهد، يعني مفيش قصه بتبتدي في مشهد وتشتغل في مشهد وتنتهي في مشهد، 3 مشاهد بس. المهم المفروض يبقى سين 1 دي الانترو، وثين تعالى نخليها مثلا 5 اللي هو في المشهد الخامس ده يكون النهايه. المفروض بقى 2 و3 و4 المشهد رقم 2 و3 و4 يكون دي القصه كلها. بس عشان المثال اللي انا قايله ان هم 3 مشاهد بس، فبيقول له الستوري كلها لازم تكون في المشهد الثاني، والانترو تكون في الاول، والاوترو تكون في الثالث. طيب بيقول له المشاهد كلها لازم تبقى سينماتيك ريتن برومتس، يعني البرومتس تبقى مكتوبه بشكل سينمائي، ما تخليهاش تبقى مكتوبه كانها حكايه ولا حاجه. كل مشهد المفروض يكون كونكتد باللي قبليه، يعني يكون متصل باللي قبليه، ما تعمليش حاجات عبيطه كده في النص. يكون الانفايرمنت واحده والكلام ده كله، اللي هو الجو العام يكون حاجه واحده. الغوريلا المفروض تقول حاجه ليها علاقه باللي هي بتعمله. يعني هي مثلا على سبيل المثال هنا لو هي تشوبينج جودز، يعني لو هي مثلا بتعمل حاجه في الخشب، لو بتقطع خشب او كده، المفروض يقول ان هو حاجه ليها علاقه بالخشب. لو بياكل المفروض يقول لي مثلا يامي، المفروض يعني الفعل اللي هو بيعمله لازم يكون في صوت طالع منه يدل على نفس الفعل اللي هو بيعمله، عشان نكون رابطين القصه مع بعض. بيقول له ما avoid repeating locations، يعني ما تستخدمش نفس اللوكيشن في كذا مشهد الا لو ده هيخدم القصه. يعني ما تعمليش مثلا مشهد الغوريلا قاعده على السرير بتقول حاجه، وبعد كده المشهد التاني برضه على السرير بتقول حاجه، لا اغير فيه الا لو ده هيخدم القصه، خلاص ماشي مفيش مشكله. يكتب لك بقى البرومت ازاي. يعني انا كل ده بقول له انت هتكتب البرومت ازاي، تخليه شكله واضح وسينمائي والكاميرا انجل والكلام ده كله. وانكلودنج لازم يبقى فيه فويس، يعني انا عايز الشخص يتكلم او الغوريلا هتتكلم، يكون في ايموشنز في السينز، يعني الحاجات تكون عاطفيه، ايا كان بقى حزن فرح ايا كان، المهم يكون في عواطف يعني. المفروض ايه تاني؟ تعمل بقى ديسكريبشن، يعني مشهد من الحياه كده، فاهم؟ ده كل ده انا بقول له او البرومبت بيقول له الحاجه المفروض تطلع او اللي انت المفروض تطلعها تبقى عامله ازاي. بيديله مشهد، بيديله دلوقتي امثله على الحاجات اللي هو المفروض يعملها. مثلا بيقول له الغوريلا بتعمل بيتزا او مورنينج روتين بتاعها، بيديله قصص او الفيديوهات اللي هو ممكن يعملها. بيخلي الثعلب صاحبه او ايا كان، جوينج سكاي دايفنج، ميكينج كوفي، بيلدينج لوك كابن. فبيقول له هنا الافكار للفيديوهات اللي هو ممكن يعملها، ياخد منها افكار او يبقى عارف احنا بنلعب على ايه بالظبط. بيقول له avoid complexity، يعني ما تخليش الحاجه مجعلصه ويعني صعبه كده، لا خلي الدنيا بيس وحلوه. بيقول له بقى الفاينل انستراكشنز، انا عايز الحاجات دي تبقى على شكل جيسون، طلعها لي على شكل جيسون. بنطلع الحاجة على شكل جيسون عشان نقدر نستخدمها بعد كده في حاجات تانية. جيسون بيطلع الحاجة مترتبة ومظبوطة بحيث ان احنا نقدر نستخدم اي جزء احنا عايزينه في باك. عشان كده دايما بفضل ان انا اخلي الحاجة جيسون. وبيقولوا هنا التايتل المفروض يكون واضح وقصير زي حاجة زي المثال ده. الديسكريبشن المفروض يكون جملة او جملتين، وبيديله برضو مثال الديسكريبشن اللي احنا ننزل الحاجات دي على يوتيوب. فبيقول له المفروض يكون في عنوان قصير، من عنوان قصير قصدي، وديسكريبشن برضو من جملة لجملتين. بيقول له ما تسكبش اي حاجات في جيسون، يعني طلع لي كود جيسون كامل.
بس وبيقول له يوز ثينك تول. لسه هنشوف يعني ايه دلوقتي الثينك تول دي. بيقول له استخدم الثينك تول، هنعرف يعني ايه دلوقتي. each output result in مش عارف ايه 3 scenes story suitable for YouTube. ايه بيقول له كل اوتبوت كل برومبت انت بتطلعه في 3 scenes على شكل يوتيوب AI generated vlog. ده ببساطة كان البرومبت اللي احنا هنديه للايجنت عشان تفهم هي مطلوب منها ايه. طيب بعد ما حطينا البرومبت احنا دلوقتي لازم تعالوا كده بقى نبدأ من الصفر مع بعض. احنا فهمنا اكتر الدنيا، بس هشرح لكم يعني سريعا كده تاني الحوار هيمشي ازاي. بعد ما قلنا له البرومبت اللي هو هيعمله، هيخش على الموديل هنا اللي هيستخدمه ايا كان. انا بستخدم شات جي بي تي 4.0، ده اللي هيخش عليه يتكلم عشان يعرف يطلع القصه. ثينك ده حاجه احنا بنضيفها في التولز للايجنت، بتخليه يفكر في القصه قبل ما يبدا يعمل البرومبتس بتاعتها. بتساعد اكتر ان القصه تطلع واقعيه اكتر، او اللي هي قصه فعلا تتسمع. بس وقبل ما تديني النتيجه، خش اعملها بالاستراكشر ده. انا عايز المشاهد تطلع، او عايز عايز الانتاج بتاعك يكون تايتل ديسكريبشن سين 1 سين 2 سين 3. انا ده اللي عايزه منك في النتيجه. فبعد ما تطلع لي البرومبت من يعني بعد ما تطلع لي القصه عن طريق الايجنت دي، خش على الاستراكشر البناء اللي انا عامله لك، طلع لي النتيجه على حسب البناء ده. بعد ما بيطلع البناء ده، بيطلع لي على اساس انه ايه برومبت كامل زي ما انتم شايفين كده، سين 1 سين 2 سين 3. فببقى انا عايز ان انا افكك كل برومبت لوحده، تمام؟ لانه تشات جي بي تي دلوقتي او الايجنت طلع لي النتيجه دي، التايتل كذا، الديسكريبشن كذا، السين 1 2 3 على حسب الاستراكشر اللي انا كنت مديله هنا، او البناء اللي انا كنت مديهوله هنا. فطلع لي زي كانه حاجه واحده. فانا محتاج اقسم الكلام ده، فبعمل كود جيسون ان انا اعمل انبندل للحاجات دي كلها. الكود ده انا كده هسيب لكم كل حاجه دي تحت الفيديو باذن الله. طلع ان سين 1 لوحده، وسين 2 لوحدها، وسين 3 لوحدها، بحيث ان انا ابدا اطلع كل سين من دول على شكل فيديو، ما يبقوش كلهم برومبت واحد. فانا لما احطه لفيو 3 هيروح مطلع لي فيديو واحد، لان انا حاطط له برومبت واحد. حتى لو البرومبت مقسم الى 3 برومبتس، لا هو هيطلع لي فيديو واحد لان انا مديله برومبت واحد. فعشان كده يعني احتاجنا ان احنا نحط كود جافا سكريبت بحيث ان احنا نقسم البرومبت ده لثلاث حاجات، سين 1 سين 2 سين 3. طيب بعد ما قسمناهم هنبدا نخش على فيو 3 عشان نطلع الفيديوهات بتاعتنا. فاحنا مش هنخش على فيو 3 اوتوماتيك، لا احنا هنخش على حاجه ويب سايت اسمه كيا اي اي. ده بيدينا اي بي اي ان احنا نبدا نطلع او نستخدم الموديل بتاع فيو 3 عن طريقه. فزي ميدل، يعني هو ميدل مان كده اللي احنا احنا بنديله البرومبت وبنستخدمه هو عشان ننتج حاجات من فيو 3. فبنقول له ايه، تعالى نخش كده. بتقول له ان احنا دلوقتي معانا برومبتس زي ما اتفقنا. احنا جبنا البرومبت هنا انبندل، عملناها سين 1 سين 2 سين 3. فاحنا محتاجين ان احنا نستخدم حاجه اسمها HTTP لينك او HTTP ادرس. ليه بقى؟ لان احنا دلوقتي الموقع بتاع كي اي اي ده او كي اي اي، مش عارف بصراحه نطقه عامل ازاي، مش موجود دايركت ان احنا نربطه ب NetN. فاحنا اي حاجه مش موجوده دايركت ان احنا نربطها ب NetN، احنا بنعمل لها حاجه اسمها HTTP. بنكتب هنا HTTP request، نبدا نربطها عن طريق حاجه اسمها API. طب يعني ايه API؟ افترض ان انت قاعد دلوقتي في مطعم وجرسون جه قال لك تشرب ايه، فانت قلت له انا عايز مانجا. فالجرسون رايح المطعم جايب لك المانجا وجاي. الجرسون ده كان ماسك الاي بي اي، بيشوف انت محتاج ايه وعايز تجيبه منين، وهو حلقه الوصل. الاي بي اي انت بتجيب الاي بي اي من اي موقع مش مربوط دايركت على NetN، فانت بتبقى محتاج منه حاجه معينه ان هو يعمل لك خدمه معينه، فبتجيب منه اي بي اي وبعد كده تقول له اعمل لي الحاجه دي. ده ببساطه الاي بي اي. فانت بتجيب الاي بي اي بتاع الموقع ده اللي هو كي اي اي، وبتقول له احنا معانا برومبتس لفيديوهات، فاحنا محتاجينك تاخدها وتبدا تعمل لنا فيديوهات. فاحنا طالما محتاجينك او احنا هنديك حاجه، فبنخلي الميثود هنا بوست. خد. اكتر حاجتين بنستخدمهم بوست وجيت لما بنعوز ناخد بقى الفيديوهات اللي هو عملها. لكن دلوقتي بوست احنا بنديله البرومبتس عشان يبدا يشتغل عليها. فبنقول له بوست خد اللي معانا ده بنحط ال اسمه ايه ده اليو ار ال بتاع الويب سايت، الربط والكلام ده. انا زي ما قلت لكم هنزل لكم فيديوز باذن الله عن ازاي تربط كل حاجه.
احنا دلوقتي بس بنشرح بنفتح دماغنا وبنعرف لو انت عايز دلوقتي تروح تعمل الورك فلو دي هتعرف تروح تعملها، مجرد بس انت تعرف ازاي تربط الحاجات دي وتبدأ تشتغل على طول. فبنقول له خد البرومبتس دي، احنا دلوقتي طلبنا منه حاجة فاحنا محتاجين نسند بادي. طالما انت حطيت بوست انت عايز تديله حاجة فانت لازم تقول له انت هتديله ايه. دلوقتي انت بتطلب منه ان هو ياخد البرومبت اللي طالع من هنا اللي هو او بتاع سين رقم 1 وبتقول له عايز استخدم الموديل بتاع فيو 3 فاست، ده اللي انت طالبه من الويب سايت. تمام، فهيروح هو رايح على الويب سايت واخد البرومبت ده عامل بيه فيديوهات، وبعد ما يعمل فيديوهات المفروض هنعمل حاجه اسمها جيت، هات لنا الفيديوهات اللي انت عملتها جيت. وبعد كده بتقول له انت عايز، هو بيسالك انت عايز تجيب ايه من الويب سايت ده، بتقول له انا عايز التاسك اي دي اللي انت عملته دلوقتي اللي هو بيكون الفينيشد بروجكت او الفيديوهات اللي خلصت. طيب الفيو 3 بياخد تقريبا مثلا من دقيقتين ل3 عبال ما يعمل كل فيديو او الفيديوهات كلها يعني. فاحنا مش هينفع ان احنا اعمل فيديوهات او بوست، خد البرومبتس دي اعمل بيها فيديوهات وفي نفس الوقت في نفس الثانيه بعد ما الاوتوميشن يكمل شغل اللي هو جيت ذا فيديوز او هات الفيديوهات دي، فمحتاجين ان احنا نعمل حاجه اسمها ويت، نخليها مثلا 300 ثانيه اللي هو 5 دقائق او 400 ثانيه او ايا كان انت عايز تعملها ايه. تخليها مثلا من 5 دقائق ل6 دقائق اللي هو تديله وقته الكافي ان هو يكون خلص. بعد ما تديله اللي هو البوست خد اعمل دي، وبعد كده استنى 5 دقايق وبعد كده هات الفيديوهات دي. يعني انت لو رحت قلت له اعمل الفيديوهات دي وبعد كده هاتها في نفس الوقت هو لسه مخلصهاش عشان يديها لك. عشان كده بنعمل حاجه اسمها ويت لمده 5 دقايق بس. وبعد كده بتقول له جيت ذا فيديوز، هات بقى الفيديوهات اللي انت عملتها دي فبيديها لك. المفروض انت دلوقتي معاك 3 فيديوهات كل فيديو فيهم هو 8 ثواني، فاحنا محتاجين نجمعهم وبعد كده ننزلهم على اليوتيوب. هنجمعهم ازاي؟ اول حاجه عايزين نعمل لهم فورمات، هم طالعين من الموقع ده بهذا الشكل، انا محتاج اعمل لهم فورمات، وكل لما نعوز نعمل لحاجه فورمات معين هنعمل لها كود سواء جافا سكريبت. فاحنا خدنا دلوقتي الحاجه اللي طالعه من الموقع اللي عمل لنا الفيديوهات، احنا المفروض ان احنا هنعمل ايه؟ يعني نرتب الداتا اللي طالعه بحيث ان احنا نبدا نستخدمها مرتبه. فبنعمل الكود ده الكود برضه هكون سايبهولك اللي هو بيقول خد الحاجات دي من الموقع الفيديوهات اللي طلعت ورتبها لي. يعني هو بص دي فيديوهات اهي لينكات، تعالى كده نبدأ نشوف فيديو منهم بيكون فين بهذا الشكل. الصوت مش هيشتغل عشان انا دلوقتي حاطط المايك بس. ده فيديو من الفيديوهات ال3 اللي اتعمل، فبيقول له رتب لي اللينكات بتاعت الفيديوهات كده ورتب لي التايتل ورتب لي الديسكريبشن بحيث نبدأ نخش على الخطوة اللي بعدها. طيب الخطوة اللي بعدها ان احنا نبدأ نجمع الفيديوهات دي مع بعض بحيث يطلع معانا في الاخر فيديو واحد بس. فاحنا هنستخدم اداة اسمها فال AI دي، انت بتدخله فيها بص هنا بعد ما طلعنا الحاجة من الكومباين كليبس، بص هنا لما كانت جيت فيديوز من غير ما نعمل الكود، بص الحاجة طالعة عاملة ازاي، طالعة مدربكة. لكن لما استعملنا الكود بص هنا طالع فيديو رقم 1 فيديو رقم 2 فيديو رقم 3 تايتل ديسكريبشن، بيطلع معانا الحاجة شكلها منظم. عشان كده ساعات كتير بنستخدم اكواد عشان ننظم شكل الحاجة. المهم انت بتقول له خد الفيديو رقم 1 و2 و3 واعملهم لي في فيديو واحد. هنا ده شرح الكود بالظبط. انت بتقول له خد الفيديو رقم 1 والفيديو رقم 2 والفيديو رقم 3، بتقول له اول فيديو هيبدأ من الثانية 0 وتاني فيديو هيبدأ من الثانية 8 وتالت فيديو هيبدأ من الثانية 16. ليه؟ لان كل فيديو فيهم 8 ثواني، فاحنا كده اول الستارت بتاعنا بيبقى 0، يبدأ الفيديو من 0. اول فيديو هيتحط هيبقى كام؟ 8 ثواني، هيبقى الفيديو الجاي هيبدأ من ثانية رقم 8 وهكذا في ال3 فيديوهات. لو انت عامل اكتر من كده فهتزود الحاجات دي، بعد كده مثلا 16 دي هتبقى 24 وبعد ال24 هتبقى 32 وهكذا. بعد ما بيجمع هنا طبعا ما بيخلصش على طول، فاحنا لازم نديله وقته. حاطين هنا مثلا 60 ثانية اللي هو استنى 60 ثانية وبعد كده هات منه. احنا بصوا لو ركزتوا هنا بوست، خد برضو URLs دي جمعها مع بعض، وحطينا البادي اللي هو احنا عايزين ايه اللي احنا لسه شارحينه دلوقتي. بعد كده استنى شوية يكون الفيديو اتجمع وبعد كده جيت هات الفيديو، يطلع معاك شكله كده بعد ما هو الفيديو اتجمع. تعال نشوف الفيديو بعد ما اتجمع شكله عامل ازاي. بص اهو طلع 24 ثانية. ده فيديو رقم 1 وفيديو رقم 2 فيديو رقم 3.
هنجمع على شكل فيديو 24 ثانية. تمام. معانا الفيديو دلوقتي المفروض ان احنا نبدأ نعمل له بابلش على يوتيوب. فاحنا بناخده الاول في جوجل شيتس اللي احنا بنحط فيها التايتل ونحط في الديسكريبشن وبنقول الفيديو ده خلاص جاهز على التنزيل ولينك الفيديو بتاعه اهو. وبعد كده بنستخدم أداة اسمها بلوتاتو عشان نبدأ ننزل على يوتيوب. فبلوتاتو المفروض ترفع عليها الفيديو الأول وبعد كده من بلوتاتو ترفعه على يوتيوب. فاحنا هنا بنعمل أبلود لبلوتاتو، بناخد اللينك بتاع الفيديو اللي خلص وبنرفعه، بنقول له خد الفيديو ده بوست، خده عندك، خليه عندك يا بلوتاتو عشان هنبدأ نستخدمه من عندك. بعد ما بنعمل له بوست بنبدأ نخش على أبلود يوتيوب عن طريق بلوتاتو برضو بوست ان انت تنزل الفيديو ده بقى يوتيوب. عشان خلاص كده دي اخر خطوه اللي هو خد نزل فيديو على يوتيوب من بلوتاتو ليوتيوب. وبعد كده اعمل لي ابديت لجوجل شيتس قول لي فيها ان الفيديو بوستد. دي ببساطه كانت الفلو. يلا بينا بقى نشرحها عملي، نجربها سوا. اول حاجه هنعملها ان احنا محتاجين نعمل مانيوال تريجر. خلاص اتفقنا ان احنا نعمل تريجر مانيوال دلوقتي اللي انت لما تدوس هنا يشتغل، مش محتاجين نعمل حاجه دلوقتي كبيره او احنا دلوقتي بس بنجرب. تاني حاجه المفروض نعملها ان احنا قلنا ان دي اي اي ايجنت، فاحنا محتاجين هنا نحط اي اي ايجنت. الاي اي ايجنت دلوقتي سيبك من البرومبت، احنا مش عايزين هتنزل لك دي على طول، فاحنا مش عايزين تشات ولا حاجه، احنا عايزين بس كده مانيوالي مع نفسنا تبدأ تربط التريجر ده بالايجنت. نبدأ نفتح الايجنت ونديله البرومبت اللي احنا هنستخدمه. هنا بيقول لك على يعني انت هبدأ اشتغل عن طريق الشات، لا احنا مش محتاجين شات خالص، احنا مش هندخل شات في الموضوع. عشان كده هنقول له ديفاين بلو، احنا هنقول لك انت مطلوب منك ايه. هنرجع هنا نجيب البرومبت، بنقول له write story in 3 cinematic scenes او write story بس، write a vlog style story. نجرب كده المرة دي، احنا بنقول له بس اعمل ستوري. احنا عايزين specific output format ليه؟ لان احنا هنطلعه جيسون مش هيطلع تكست عادي. ونبدأ نحط له system message او الحاجة البرومبت الكبير اللي احنا نبدأ نستخدمه. ده البرومبت بتاعك اللي انت هتبدأ تطلع عنه اللي انا لسه شرحه لكم برضو في الاول خالص. تمام. هتقول له الشات موديل. انا جربت اوبن اي اي قبل كده، فتعالوا نجرب بتاع كلود 4 ده، تعالى نستخدمه. ماشي. وبعد كده الميموري احنا مش محتاجين ميموري، احنا مش محتاجين تخزن حاجه في الذاكره. وبعد كده نحط في التولز اللي هي ثينك اللي هو فكر في القصه قبل ما تدب البرومبت وخلاص. تمام. وبعد كده نعمل الاستراكشر بتاعنا، لان احنا قلنا المفروض نعمل استراكشر معين يطلع فيه الحاجه. فبرضه هكون سايب لكم الكود بتاع الاستراكشر المظبوط اللي احنا عايزينه. طلع الحاجه على شكل الاستراكشر ده واعمل لها اوتو فيكس. يعني ايه اوتو فيكس؟ يعني لو لقيت مشكله طالعه من الشات موديل في حاجه مثلا مش مظبوطه، عدلها من الاخر. تمام. عدلها عن طريق عدلها برضو. هنا لقيت موديل طلع لك، طيب يعني محتاج ان انا استخدم موديل برضو، فاستخدم نفس الموديل. نبدأ كده نرتب دنيتنا. تاني حاجة هنبدأ ان احنا خلاص الداتا طالعة من عندنا من هنا من الاستراكشر. فتعالوا الاول نشغل الدنيا هنا نشوف هيطلع لنا ايه. كده المفروض عملنا اول خطوة. المفروض دلوقتي القصة هتطلع لنا بالثلاث مشاهد. فاحنا تعالوا نتأكد كده واحدة واحدة ان احنا ماشيين مع بعض صح. الفيديوهات دي معلش لو بطول فيها، بس انا مش هدفي ان انا اوريكم الورك فلو بيتعمل ازاي، على قد ما هدفي تبقى انت عارف انت لو حبيت تعمل حاجة هتعمل ايه، ولو حبيت ان انت تغير حاجة في البرومبت مش عاجباك هتعمل ايه بالظبط والكلام ده كله. بس انت متبقاش بتاخد ورك فلو خلاص وانت مش فاهم هي اتعملت ازاي وايه فايدتها او الكلام ده كله. المفروض ان كده هو عمل لنا المشاهد. تعالوا نتأكد كده ان هو عمل لنا المشاهد. انا حاسس ان هو ما عملش حاجة. طيب اوكي، هنا في مشكلة. ما هي المشكلة؟ اوكي هنا كده في مشكلة. سكيما هو المفروض طالع من التشات جي بي تي كويس، اللي هو
مش تشات جي بي تي بقى، كلود، طالع منه المشهد تمام. بس هنا كانت المشكلة في التقسيمة بتاعته. يعني بص هنا طالع المشاهد تمام، لكن التقسيمة هي دي اللي كان فيها مشكلة. طب ايه المشكلة؟ ممكن نعرف. طيب ماشي، تعالى نغير الموديل كده. تعالى نجرب موديل تاني، تعالى نحط له اوبن اي اي. طيب جرب تاني يا سيدي. فين انت؟ اين انت؟ نجرب كده تاني. بعد ما غيرنا له الموديل كان عنده تقريبا مشكلة مع الموديل ده، فنجرب كده نشوف مع اوبن اي اي الدنيا هتبقى عاملة ازاي. هو كده فكر في القصة، واحنا بنشوف كل حاجة بتشتغل ازاي، وكده فكر خلاص في القصة هتبقى عاملة ازاي قبل ما نبدأ نشتغل على البرومتس. فهو دلوقتي شغال بيجمع المشاهد بتاعة القصة المفروض، وهيديها لنا المفروض اهو. يلا بيعمل الاستراكشر بتاعها بالطريقة اللي احنا قلنا له عليها بالظبط. بعد كده يطلع لنا في نتيجة. ماشي تمام، انا كده جمعت المشكلة في ايه. المشكلة هنا المفروض هنخلي دي ديفاين جيسون، وعادي جدا ممكن نرجع الموديل زي ما كان ونجرب تاني. خلاص كده مش كده، انا كنت مسقط فعلا الاوبشن ده اللي احنا المفروض نخليه ديفاين. المفروض تخلي دي ديفاين يوزنج جيسون سكيما، مش جيسون اكزامبل. لا هو ده مش مثال، ده سكيما. فكده خلاص هو المفروض يتصلح، هيبدأ يطلع لنا المشهد بتاعنا او الثلاث مشاهد بقى. نظبط كده، مش عاجبني الشكل اللي انت عملته، خلينا نعملها احسن. تمام كده اشتغل. تعالوا نبدأ نشوف النتيجة عاملة ازاي. النتيجة هي زي ما احنا شوفنا، متقسمة سين 1 سين 2 سين 3، والتايتل وديسكريبشن. حلو قوي. هنبدأ ان احنا نثبت الكلام ده عشان ما نرجعش نعمله من الاول خالص. تاني حاجة ان احنا بناخد الحاجات دي نحطها زي ما اتفقنا في الكود بتاعنا اللي بيعمل unbundle للمشاهد دي، يخليها كل واحد في مشهد لوحده. فبنعمل هنا كود وبنحط ده بيست الكود اللي انا هديهولك، ونعمل اكسكيوت ستيب طلعهم لنا في 3 مشاهد. ونبدأ برضو ان احنا نعمل بين لده. بين ان انت بتثبت النتيجة اللي طالعة بحيث ان احنا نفضل ثابتين على نفس القصة دي. بعد ما بتعمل كده المفروض ان احنا دلوقتي بنبدأ نجنريت الفيديوهات، فبنستخدم ال HTTP request عشان نبدأ نجيب الويب سايت اللي احنا هنشتغل بيه. احنا جيت ولا بوست ده اختبار، انت دلوقتي محتاج ان انت هتديله يطلع لك فيديو. نعمل جيت ولا بوست؟ لا احنا بنعمل بوست، احنا بنديله حاجة. طيب هنديله ايه؟ هنديله يبقى send body. نبدأ نرجع هنا create video post، نبدأ ناخد ال URL ده بتاع الويب سايت. طبعا الويب سايت ده باشتراك، بتدفع يعني اشتراك بسيط مقابل الفيديوهات اللي انت بتاخدها. وبعد كده انت بتقول له ايه. نبدأ هنا ان احنا نعمل الحاجات دي ثابته، ان انت بتبدأ تعرف اسمه ايه ده السوفت وير على الاوتوميشن. فهنا بتختار دي زي ما هي، زي ما انا اخترتها جينيريك، وبعد كده بتختار هيدر. فين هيدر؟ وبعد كده انت بتعرف الويب سايت كرييت نيو كريدنشلز، وبعد كده انت بتقول النيم والفاليو بتاع الويب سايت اللي احنا هنستخدمه اللي هو ده. بعد كده بتبدأ تستخدمه. الربط والكلام ده برضو لو حابين اعمل لكم فيديو عن ازاي تربط كل حاجة قولي. وبعد كده نعمل send body زي ما قلنا هنا. انت بتعمل body وبعد كده جيسون، وان انت بتقول له انا عايزك تاخد البرومبت من هنا وتستخدم الفيو 3 fast. تمام. فانت هنا using جيسون، هنستخدم هنا مش فيلد، لا احنا هنستخدم جيسون، كود جيسون. الكود جيسون بيقول ايه؟ تعالوا كده نمسح البرومبت. بيقول له البرومبت يجيبه منين؟ يجيبه من هنا. شايف هنا ايه ده؟ الايه ده؟ البرومبت. فانت بتقول له البرومبت هاته من هنا.
ببساطة ده اللي كان مكتوب اصلا، تمام، بس هو كان مكتوب بالطريقة دي. الموديل اللي تستخدمه استخدم فيو 3 فاست، واظن كده احنا تمام، مفيش اي حاجة تانية هنعملها. نبدأ نكسكيوت كده نشوف هيبدأ يشتغل ولا ايه، يبدأ يطلع الحاجة ولا ايه. المفروض ان هو دلوقتي خلاص شغال على الحاجة. نبدأ ان احنا نخش على الويب سايت، نتأكد هل هو فعلا شغال على الفيديوهات بتاعتنا ولا لأ. فبنجيب هنا view 3 API، عملنا ساين ان اصلا، اوكي. view 3 background playground قصدي. وبعدين كانت بتيجي من حتة ان انا حاسس صوت هي اللي عاملة قلق. لوجز، نرجع صورتي تاني. view 3 هنا الفيديوهات راننج خلاص، شغال عليها خلاص. طيب هل دلوقتي احنا المفروض زي ما اتفقنا نخش نقول له خلاص هات الفيديوهات دلوقتي على طول؟ لا، احنا محتاجين نستنى ويت. استنى قد ايه؟ استنى 300 ثانية او 400 ثانية على حسب ما الفيديوهات دي هتخلص امتى. فخلينا دلوقتي نخليها 300 ثانية. استنى 300 ثانية. عايزين برضو نعمل بن ده عشان نفضل ثابتين على الحاجات اللي احنا خدناها. بس المفروض ان هو يستنى ده. احنا دلوقتي هنستنى لما يخلص وبعدين نكمل الورك فلو بتاعنا. فتعالوا عبال ما يخلص ان احنا نعمل جيت، عايزينه يبدأ HTTP request قصدي. احنا محتاجين نجيت الفيديوهات بعد ما تخلصها. فهنا الويت بتاعنا، هنا الجيت ده اللينك اللي احنا هنستخدمه عشان نجيت من الويب سايت. وبرضه هتعمل هنا نفس الحاجة زي ما قلنا، دي مسلمات. عشان جيت فاحنا عند query parameters هنخليها ايه بقى؟ هنخليها task ID. عن طريق task ID احنا محتاجين، اوكي ماشي خلاص، لازم نستنى. خلي دي بس هنا ثانية عشان ما نضطرش ان احنا نستنى كل ده. خلاص تمام يا تعالى. عدي الويت بتاعك يا باشا اللي هو ثانية. جاب النتائج بتاعته خلاص. احنا زي ما قلنا ان احنا هناخد تاسك اي دي. ايه هو التاسك اي دي؟ ايه اللي انت عملته اللي هو النتيجة، مش من الويت. اللي هو التاسك اي دي ده الفاليو بتاعنا اللي هو الفيديوهات اللي طلعت. وبعد كده نعمل اكسكيوت، هات لنا بقى الفيديوهات دي. مش انت عملتها؟ هاتها وجاب لك الفيديوهات. تعال نشوفها على الشكل ده سكيما. دي الفيديوهات زي ما اتفقنا ان احنا خلاص جبنا الفيديوهات بتاعتنا. احنا محتاجين ننظم بقى شكلها. بص شكلها طالع عامل ازاي. فاحنا محتاجين ننظمها. فعشان ننظمها محتاجين ان احنا نعمل كود جافا سكريبت ينظم لنا الداتا اللي طالعه دي. عملنا الكود بتاعنا. هنا محتاجين ان احنا نشوف ده كان اسمه ايه، AI agent. هنا انت هتغير هتغير الاسم هنا على حسب ال AI agent بتاعك اسمه ايه. فاحنا يا اما نخليها زي ما هي ونروح نغير الاسم بتاع ال AI agent بتاعنا، بدل ما هو اسمه AI agent هنخليه story writer عشان الكود يظبط. يا اما احنا هنشيل story writer ونكتب AI agent، يا اما نكتب الاسم اللي احنا كنا كده عاملينه. تعالى بس نعمل بين لده. انا ماشي عمال اعمل بين عشان نفضل محافظين على الداتا بتاعتنا. تعالى كده نعمل execute step. شوف هينظم لنا الحاجه ازاي. نظم لنا الحاجه اهو فيديو URL 1012. نبدا ان احنا نجمعهم عن طريق اللي هو الويب سايت ده. وبرضه هو مش موجود على init indirect، فاحنا محتاجين نعمل HTTP request. جيت ولا بوست؟ احنا محتاجين بوست. خد اللي معانا واعمل لنا تجميع محترمه. فهنحط ال URL هنا. وطالما احنا بنعمل بوست يبقى نعمل send body. احنا هنديله ايه؟ احنا هنديله احنا بنشرح له احنا هنديله ايه عن طريق جيسون. احنا هنديلك يا عم الحاج، تعالى كده نفتح. احنا هنديلك فيديو رقم 0 ورقم 1 ورقم 2 زي ما قلنا. هنا نبدأ من 0 وبعد كده التاني يبدأ من 8 وبعد كده التالت هيبدأ من 16. احنا هنديك الحاجات دي وكل اللي احنا محتاجينه من هنا. تعالى بس عشان كنت هنسى ان احنا نعمل اللي هو الكريدنشلز بتاعت
هيدر، لا احنا هنستخدم فال. تمام، نعمل اكسكيوت كده نشوف عمل لنا. خلاص هو تمام كده خد الحاجة. هل هنقول له بقى هاتها دلوقتي؟ لا، محتاجين ان احنا نقول له ويت عبال ما تخلص. ادينا مثلا ويت 60 ثانية، بس احنا برضه هنخليها دلوقتي، المفروض تخليها 60. انا اخليها 1 عشان ما اضطرش استنى 60 ثانية وانا بشرح. تمام. تعالى كده نخش عليه نشوف هو خلص ولا لأ. 1 minute ago، وده كده خلص ولا لأ؟ المفروض ان هو تقريبا خلص. تعالى كده نبص بصة. waiting for your input. انت المفروض معاك الانبوت، انت المفروض دلوقتي بتعمل ايه؟ طيب تعالوا ان احنا نشغل الويت، بعد كده نبدأ نجت. هات بقى الفيديوهات او هات الفيديو بعد ما عملته. فجت كده بتحط هنا جيت. احنا المفروض نعمل send query parameters. لا، هنا المرة دي في اللينك بتاع، في اليو ار ال بتاع الويب سايت ده، هو الطلب احنا طالبينه اصلا في اللينك. هو ده دي الطريقة اللي هو بيشتغل بيها. يعني انت على حسب كل ويب سايت انت محتاج تقول له انت عايز تجيب ايه بالظبط عن طريق جيسون، ولا هو اصلا في اليو ار ال بتاعه هو عارف هو داخل يجيب ايه. فانت هنا مجرد انت بتقول له انت هات الريكوست اي دي بتاعك، اللي هو اين هو الريكوست اي دي اللي هو ده. فاحنا كده نبدأ نعمل اكسكيوت نشوف. المفروض هنا نوصله برضو الاول هيدر، بعد كده مش هنعمل اي حاجة تاني. اكسكيوت ستيب فيديو ار ال. طيب ادانا الفيديو ار ال، تعالى كده نبص عليه بصة نشوف هل هو فعلا عمل الفيديو ولا لأ. ماشي، هو الفيديو مفيهوش صوت عشان انا مشغل المايك، بس هو كده عمل الفيديو بتاعنا. طيب خلاص نقفل ده يا باشا. انت عملت جت وجبنا خلاص الفيديوهات بتاعتنا. اخر حاجه المفروض نعمل ان احنا نبوست بقى الكلام ده كله. فقبل ما نبوست احنا محتاجين نروح على جوجل شيتس. ده خطوه اضافيه لو انت مش حابب تعملها متعملهاش، ان انت بس تكون الحاجه بتاعتك منظمه. ان انت بتضيف شيت، بتضيف رو قصدي. انت بتقول مثلا احنا ده الفيديو الجديد، الفيديو ده اللينك بتاعه والعنوان بتاعه وكذا كذا كذا. اكشلي احنا لازم نعملها عشان لما نيجي ننزل على يوتيوب. لا سوري، مش اوبشنال. فاحنا هنا نعمل جوجل شيت اسمه بيج فوت، والشيت رقم 1. انا بقول له هنا الفيديو نمبر بقى. احنا محتاجين ان احنا الفيديو رقم دي هناخدها ثابته زي ما هي. الفيديو رقم هيروح هو، انا بس عايز اجيب لكم جوجل شيتس بتاع ده. بصوا شكله عامل ازاي. فيديو نمبر وتايتل وديسكريبشن، وهل هو بوستد ولا ريدي، والفاينل اوتبوت بتاعه. فهنا النمبر احنا محتاجين او بنقول له بما معناه ان انت النمبر هيبقى الرقم ده -1 على حسب الصف اللي انت فيه -1. طب ليه ما نعملوش على حسب الصف بس؟ لان كده اول صف محطوط فيه التايتلز. فاحنا هنبدا من تاني صف، مش هينفع نبدا من تاني صف ونسميه 2. لا، احنا تاني صف بالنسبه لنا ده الصف رقم 1 او الفيديو رقم 1. فالفيديو نمبر ده بنحط رو، رقم الرو -1. طيب التايتل هنجيب التايتل منين؟ ثواني كده. التايتل هنجيبه من، ثواني احنا جايبين التايتل منين؟ اوكي، من الكومباين كليبس. تمام، تبدأ نجيب التايتل من الكود. تايتل اهو، والديسكريبشن بتاعه برضو هنشده هنا، اللي هو عدل الكلام ده ويخليها ريدي. اللي هو طالما احنا لسه في المرحله دي، فعلى طول خليها ريدي. الفاينل اوتبوت بتاعنا ده اللي احنا جايبينه من هنا، الفيديو ار ال. تمام، وخلاص كده كله تقريبا تمام. عدل لي كده في الصف شوف هيعمل ايه. هو دلوقتي يبقى فيديو رقم 2 وهو ريدي مش بوستد، والعنوان بتاعه والديسكريبشن والكلام ده كله. طيب حلو، بنبدأ ان احنا دلوقتي نعمل الخطوة اللي بعدها، ان احنا بنرفعه على بلوتاتو
فاحنا دلوقتي برضو ما عندناش دايركت كونكشن بين ان وبلوداتا، فاحنا بنستخدم HTTP ريكوست. جيت ولا بوست؟ لا، بنعمل بوست اللي هو خد الفيديو ده خليه عندك. فبنرجع هنا على بلوتاتو وناخد اللينك ده. الحاجات دي يعني ثوابت، احنا ما فيهاش شرح قوي. بعد كده ان احنا بنبدأ نربط الاكونت بتاعنا بلوتاتو برضو. المفروض ان انا هقول لكم كل الحاجات دي بتتربط ازاي. بس وزي ما احنا اتفقنا عشان هي بوست، فاحنا محتاجين ان احنا نعمل سند بودي نقول له بالظبط احنا عايزين منه ايه. فاحنا عايزين منك يا سيدي او انت خد، او بوست، قصدي بوست، مش احنا عايزين منك، احنا هنديلك ايه؟ احنا هنديلك ال URL ده اللي هو طالع من HTTP فيديو URL. خد اوكي فاينل اوتبوت. معلش عادي، ممكن نجيبها من الاوتبوت، كده كده الاتنين فيهم الفيديو URL، مش تفرق فيها حاجة. حتى بص النتيجة هنا هي النتيجة هنا، مش تفرق انت تجيبها منين، بس خلينا نجيبها من اخر حاجة معانا اللي هي جوجل شيتس. هنا بقول له انا هديك ايه، فاينل اوتبوت اللي هو الفيديو. تمام. خده عندك. نبدأ هنا ندوس اكسكيوت. كده هو قال لك انا خدته عندي. طول ما احنا ماشيين، سوري عشان نسيت ان انا افضل اعمل بن عشان الحاجات دي ما تتوهش مننا. بن ان احنا زي ما اتفقنا، انا بس عايز الحاجات دي ما تتوهش مني وانا بشرح، بحيث ما نضطرش نبدأ من الاول خالص. تمام. بعد ما بتاخدها على بلوتاتو هتاخدها او هتبدأ بقى تنزلها على يوتيوب برضو بوست على يوتيوب بقى يا باشا. نبدأ ان احنا نحط له الكود بتاع جيسون. طيب الكود بتاع جيسون ده بيكون عبارة عن ايه؟ تعالى نشرحه واحدة واحدة. احنا قلنا بوست، هنا نبدأ لو بس نحط ال URL دلوقتي كده، وبعد كده جيسون يا باشا خد الكود ده. طيب ايه الاكونت اي دي؟ هتيجي الاول نخش على بتاعته. ما هو الاكونت اي دي؟ ده اليوتيوب شانل اللي انا سجلت بيها في الويب سايت بتاع بلوتاتو، سجلت بالقناة بتاعتي. هو النت بس فيه مشكلة بسبب الحوار بتاع رمسيس ده. API داشبورد. مش ده، محتاجين ايه؟ فيديو سورس. لا هنشيل ده خالص. حلو. بعد كده ننزل بتربط اليوتيوب بتاعك، او على حسب انت المنصة اللي هتنزل فيها ايه. خلينا على المثال يبقى يوتيوب. فهنا انا ربطت اليوتيوب، فهنا بنعمل كوبي اكونت اي دي لما بتربط، وبعد كده نرجع بتاعنا بنحط الاكونت اي دي بتاعنا هنا. التايتل نشيل بتاع دي كده. التايتل بتاع الفيديو ايه؟ نبدأ نجيب التايتل بتاعنا من جوجل شيتس. التايتل بتاعنا عايز التايتل، وننزل هتلاقي التكست اللي هو الديسكريبشن. عايز الديسكريبشن بتاعك ايه؟ عايز الديسكريبشن بتاعي ده. انا كل حاجة مجهزها لك. طيب نبدأ ان احنا المفروض كده ده هينزل على يوتيوب. انا عايز ابدأ افتح كده يوتيوب. اوكي. ده الفيديو اللي انا كنت منزله اللي هو كنت بجرب عليه. فالمفروض دلوقتي ان انا لما اعمل اكسكيوت هيبدأ ينزله على يوتيوب. تعالوا نتأكد هل كلامنا صح. لا كلامنا مش صح. ايه المشكلة او ايه الخطأ اللي احنا عملناه؟ send body post. هنا انا ما عملتش، ما ربطتوش اصلا. header. بسم الله. تمام كده هو خلاص نزل على يوتيوب. نبدأ نرجع كده نشوف. خلاص هو بينزل. محتاجين بقى نعمل ابديت اخر حاجة لجوجل شيتس، اللي هو خلاص الفيديو نزل يا صاحبي، خلي دي بوست، مش اللي هو نعمل خلاص بقى ابديت الرو بتاع او الشيت بتاع بيج فوت ده.
الشيت رقم 1 اعمل لي اللي هنماتش اون ايه، هنماتش اون تايتل. التايتل بتاعنا هنخليه ده، يعني انت شوف لو التايتل ده موجود عدل لي خليها بوستد، عدل لي الستاتس بتاعته خليها ايه، خليها بوستد. نبدأ نشوف كده يعملها ايه. بصوا هنا كانت ريدي بقت بوستد. نبدأ برضه نبن ده عشان ليه لأ. وادي الفيديو نزل على يوتيوب، ادي الفيديو بتاعنا نزل واتنشر على يوتيوب. كل ده بطريقة اوتوماتيك 100%. ده شكل الفلو بتاعنا بس مكعبل شويتين تلاتة، وده شكله هو منظم. انا هرفع لك باذن الله الفلو ده برضو في الديسكريبشن. اتمنى اكون وصلت المعلومة على قد ما اقدر. الفكرة كلها مش ان انت تبدأ تطبق ده بالظبط، انت المفروض تطبق ده بالظبط عشان تاخد افكار وتعرف تمشي ايدك على الحاجة. المفروض بقى انت تبقى اتعلمت كل حاجة بتعمل ايه دلوقتي، عشان لما تيجي تطبق في حاجات تانية تبقى انت عارف انت كل حاجة بتعمل ايه، وتكون فهمت، ما تكونش بس حافظ ان انت هتعمل كذا وكذا وكذا، لا تبقى فاهم كل حاجة. فأتمنى أكون فدتكم، وأشوفكم فيديوهات جاية. مع السلامة.